اغلبيه الشباب المبتدئين في الجيم بيسالوا دايما السؤال دوت، وهو اكل ايه بعد التمرين. بيبقوا مفكرين ان في حاجه معينه لازم ياكلوها عشان يعملوا عضلات زي باقي الناس اللي حواليها. ممكن يبقى سؤال مش مهم قوي لبعض الناس، ولكن لو عرفت تدخل لجسمك ايه بعد التمرين اضمن لك ان انت هتعمل جسم احسن بكتير. وكمان هقول لك على اهم 3 وجبات لازم تركز عليهم على مدار يومك بالكامل عشان تعمل نتيجه احسن. عايزك تتخيل معايا الموقف ده. لو انت مثلا اشتغلت لمده 12 ساعه في اليوم، وجيت على اخر اليوم لما جيت تقبض راح قبضك الراجل على اساس ان انت اشتغلت 3 ساعات بس او 6 ساعات بس، هل انت هتكون راضي بالمبلغ اللي انت هتاخده في الاخر ده؟ او هل انت هتبقى حاسس ان المبلغ دوت مقابل الحاجه اللي انت بذلتها او الوقت اللي انت بذلته؟ هل الحاجه ديت متساويه مع بعضها؟ اكيد لا، هتحس ان في حاجه ناقصه او ان الدنيا مش متظبطه. نفس الفكره بالنسبه لجسمك. بعد التمرين جسمك بيبقى طالع مهلوك جدا وتعبان جدا من كتر شيل الحديد والاوزان والتعب والنزول والطلوع وبتاع مش عارف ايه. فلما انت هتيجي بعد التمرين لازم الوجبه اللي تدخلها له تكون وجبه كامله من كل العناصر الغذائيه، لازم تكون وجبه مظبوطه كده وفيها كل العناصر اللي جسمك محتاجها عشان يعمل عضلات زياده، او عشان يبدا يعمل استشفاء ويبدا يطلع من التمرين اللي هو كان طالع منه دوت ويعمل عضلات نتيجه احسن، او يبدا يعمل عضلات وشكل احسن. كل العناصر الغذائيه لازم تكون فيه كارب، ولازم يكون فيه بروتين، لازم يكون فيه دهون تكون دهون صحيه، ولازم يكون فيه فيتامينز ومينرالز هنعتمد على الخضار فيها. هديك بعض الامثله. عندك من ناحيه الكارب عندك رز، مكرونه، بطاطس، بطاطا، شوفان. عندك من ناحيه البروتين عندك لحمه، سمك، فراخ، تونه، جبنه قريش، بيض. والدهون الصحيه عندك صفار البيض، عندك زيت الزيتون، عندك مكسرات، عندك افوكادو، عندك سردين، عندك سلمون، وعندك الزيتون العادي. والفيتامينز والمينرالز هنعتمد على الخضار، اي نوع خضار انت عايزه. وتقدر مثلا لو انت هتعمل خضار، لو هتطبخ مثلا بزيت الزيتون، تكون انت كده دخلت الفيتامينز اللي انت عايزها وكمان الدهون الصحيه اللي انت عايزها، فتكون كده الدنيا كامله معاك وزي الفل. بعد التمرين بالذات جسمك بيستفاد اقصى استفاده من اي اكل بتدخله له. فلو انت مثلا في وجبه هتكون في اليوم دوت اكتر كميه مثلا هتاكلها، هيكون مثلا في كميه فراخ كتير او في كميه لحمه كتير مثلا في اليوم دوت، لو هتقدر انت تخلي الوجبه دي بعد التمرين هيكون احسن حاجه بالنسبه لجسمك. جسمك هيستفاد بيها اقصى استفاده، عشان زي ما قلت لك جسمك بيكون تعبان وبمعنى الكلمه مش شايف قدامه، فاي حاجه بياخدها بيبدا ان هو يدخلها ويخزنها ويستخدمها وياخد احسن استغلال للحاجه اللي هو واكلها دي. نخش بقى في اهم 3 وجبات بالنسبه للشخص الرياضي. انت كشخص رياضي او شخص بترفع حديد وبتروح الجيم وعايز تبني عضلات، انت لا تصنف كالاشخاص العاديين اللي هم بيكون اهم 3 وجبات بالنسبه لهم اللي هو الفطار والغداء والعشاء. لكن بالنسبه للشخص بيروح الجيم وبيرفع حديد، اهم 3 وجبات عندك هم الفطار ووجبه قبل التمرين ووجبه بعد التمرين. وجبه الفطار لما تكون لسه صاحي وجسمك جعان وعضلاتك جعانه بتكون محتاجه اي اكل تدخله لجسمك، وجسمك بيستفاد منه كويس جدا عشان جسمك بيكون طالع من فتره بقاله طول الفتره اللي انت نايم فيها انت مش واكل اي حاجه. فبرضه لما بتدخل لجسمك وجبه كويسه جدا اللي هي وجبه الفطار، جسمك بيستفاد منها كويس جدا. وكمان في ناس كتيره جدا بتغلط الغلطه دي سواء بتروح الجيم او مش بتروح الجيم، وهي بيكنسلوا خالص وجبه الفطار بتاعه الصبح. ممكن ينزلوا مثلا مشوارهم او اي حاجه من غير ما يفطروا. عايزك تعمل جسمك نفس معامله الموبايل. لو انت دلوقتي هتنزل بموبايلك وهو حوالي 10% او 5% فقط وهتنزل بيه طول اليوم، وعايز ان ال 10% دول او ال 5% دول يكونوا شغالين معاك، هل انت متخيل ان موبايلك هيفضل شغال؟ لا طبعا، هيفصل منك. نفس الفكره بالنسبه لجسمك. لو انت ما شحنتش جسمك بالاكل اللي هو الحاجه اللي بتخليه يتحرك ويمارس يومه بشكل طبيعي جدا، فانت جسمك هيفصل وهتلاقي نفسك مش قادر تعمل اي حاجه. فلازم تهتم جدا بوجبه الفطار اللي هي اول وجبه، اول شحن بتدخله لجسمك عشان يقدر يشتغل ويكون الدنيا شغاله معاه من غير اي مشاكل. تاني وجبه هي وجبه قبل التمرين. عشان تقدر انت تتمرن تمرين قوي وتقدر انت تشيل حديد كويس جدا وتعمل اداء كويس جدا في الجيم، محتاج تكون واخد كميه اكل كويسه جدا اللي هي وجبه قبل التمرين، يكون فيها كميه عناصر برده كويسه جدا عشان تقدر تخليك ان انت تتمرن بشكل كويس. لو انت مهتم جدا باكلك اللي بتاكله على مدار يومك، ولكن لما تروح الجيم مش بتعمل اداء كويس او مش بتمرن كويس بسبب ان انت بتكون مثلا مش مهتم بالوجبه اللي قبل التمرين، بتلاقي نفسك هلكان وتعبان ومش قادر تشيل اي حديد، فمستحيل ان انت تعمل اي عضلات او مستحيل تتطور او تعمل اي حاجه احسن. فلازم تهتم جدا بالوجبه دي عشان تديك كميه ATP كويسه لجسمك، طاقه كويسه لجسمك، تقدر انت تتمرن تمرين كويس.
تالت وجبه اللي لسه متكلمين عنها وهي وجبه بعد التمرين. زي ما قلت لك ان جسمك بيكون تعبان جدا ومهلك جدا، فاي حاجه بتدخلها لجسمك بعد التمرين بيستفاد بيها اقصى استفاده، فلازم الوجبه دي بالذات تكون فيها كل العناصر الغذائيه ولازم تهتم جدا بيها، عشان الوجبه دي لو انت اهتميت بيها او عرفت ازاي تتحكم فيها وتظبطها اضمن لك ان انت هتاخد جسمك في حته تانية تماما. لو انت بتحاول انت تعمل عضلات، في حاجتين اساسيين لازم تركز عليهم، الاكل والتمرين بتاعك. اي حاجه منهم هتنقص عن الحاجه التانية يبقى كده هيبقى صعب ان انت تعمل اي عضلات. بتاكل كويس وبتتمرن تمرين ضعيف مش هتعرف تعمل عضلات، بتتمرن كويس جدا وشدة تمرينك قويه جدا لكن مش بتاكل كويس، كده جسمك مش هيعمل اي استشفاء او مش هيبدا ان هو يستفاد من التمرين اللي انت اتمرنته دوت، وهيبدا ان هو يهدم العضلات، مش هيكون في اي تطور او في اي زياده في العضلات. كده شباب ده يكون فيديو النهارده، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتشغلوا زر الجرس وتعملوا لايك للفيديو ده، واكتبوا لي في الكومنتات تحت اي حاجه بتدور في دماغكم، اي سؤال، اي حاجه عايزين تعرفوها، وهتلاقوا اللينكات بتاعتي في الديسكربشن تحت، فيسبوك، انستجرام، تيك توك، روحوا تابعوني هناك هتلاقوا في حاجات بتنزل كل يوم. وللتدريب الاونلاين والبرامج المخصصه هتلاقوا لينك الواتساب تحت، ابعتوا لي عليه مسج #اونلاين كوتشنج، هيتبعت لك كل التفاصيل هناك بالنسبه للتدريب الاونلاين والمتابعه والبرامج المخصصه معايا. واشوفكم الفيديو الجاي، سلام.